سطاي وجع الكي والقرض الني سطاي يغمى الميج ودك الصوت يغزل ضم سنين هل في سؤال؟ سطع والنور قطع سطاي وجع الكي والقرض الني سطاي يغم الميت متك السوي سطاي وجع الكي. بسم الله الرحمن الرحيم. دين عبد الرحمن محمد سليم، مهندسين تكساس. ده نتكلم شوية عن ألبوم نغم الكرامة اللي هو من داخل الصندوق، ونتكلم عن الناس اللي ساعدونا فيه، يعني من المهندسين هناك لحد ما جينا كرر هنا. فهم أنا حابب في اللحظة دي أشكر الناس اللي ساعدونا في الحاجة دي، كان من المهندسين أو من كرر. والحديث عن الألبوم طويل والله طويل، لكن بنحاول نسي نخط في الفيديو ده جزء من الناس اللي ساعدونا. فيما بعد إن شاء الله هتكون في حلقة تانية طويلة عريضة ممكن من خلالها الناس تتعرف على التيم اللي يقف في الحاجة دي كلها. فأنا حابب أول شيء أترحم على شهدائنا، شهداء القوات المسلحة، شهداء العمل الخاص المهندسين والمواطنين ما ننساهم برضو. في وصية في ذمة ممكن تكون أنا قاعد لي طوال في بالي في خاطري، أنا ما بقدر أنسى شهداء زي مكي الله يرحمه ويغفر له وربنا يغفر له إن شاء الله، ووليد وفرحة من المواطنين يمكن أختي يعني. أما التيم اللي اشتغل معانا في الحاجة دي، أوله أنا ممكن أقول مازن الهلال، مجدي ناتو، محمد أحمد، حبة، مروان، من ناس المهندسين هنا محمد، أخي سالم، وجزء كبير من العمل الخاص كتيبة عليه، لأنه الغنى ده اتعمل هناك في الصندوق، وكنا قاعدين في وقت الحرب ذاته الأخيرة ضاربة وداقة، كنا مستمتعين بالحاجة دي جدا. فالحمد لله الشارع اتفتح، جينا كمان كرر أصالة وكرر، يعني احنا الكلام عنها والله ما بكفي ذاته. هم ناس يمشوا معانا في الحاجة دي. بكري سيف الدين، أحمد علم الدين، المغنيين يمكن يكونوا غنوا معانا في السي دي ده، أمين وشاهين أخوان، هاني كمان درامز، حازم، ليز، عبد المحسن، علي كونغا، الحبر، سليم أورغان، مصعب على الجيتار. كمية من الناس يمكن يكون فيما بعد نحن بنحاول إنه نشكرهم ونذكرهم في وقت أوسع من كده. إن شاء الله زي ما قلت أنا إنه هتكون في حلقة كاملة عن السي دي ده، لأنه بصراحة يعني هو عبارة عن معركة، كونه يترتب هناك في مهندسين، نجي لحد هنا في كرم
يبقى في الوضع الأساسي ده. في النهاية الخلاصة بقت هنا حاليا محل أنا قاعد أتكلم ده الناس توم قدر استديو عوضيمات الراجل خلوق جدا جدا، الراجل ما سهل إنه فأول ما جانا وسمع الحاجة دي نحن بنمر فيها فطوالي فتح لنا باب الاستديو، وإنه الحاجة المفترض يعني هنا نهذبها نجي الاستوديو هنا الفرقة كلها اللي تكونت على يد أخونا أحمد علم الدين وبكر سليفي. جينا هنا والحمد لله يلا وفقنا. السي ده إن شاء الله ما هيكون دبس، لأن ده من كرامة ون أكيد في 2 في 3 وإلا ما لا نهاية لحد ما البلد تروق وربنا يصلح حال العباد والبلد ويشيل عننا البلد. السي ده هينزل أول يوم في العيد على أساس إنه الناس تستمتع، يا فدائيين يا جيش استمتعوا ضغناكم ده حقكم. هنا عاملين لكم 6 أغنيات، وما تنسى الدعوات لشهدائنا والناس اللي وصونا على شنو؟ عليه وانا ده انه يسعى. والله في ناس شهداء كده اخواننا شديد يعني بيقولوا لنا يعني اول ما الغنى ده يطلع عليكم والله يا اخي يصبروا لسنة، وانا الحمد لله قلت غنى مكي وريد ربنا يوفقنا ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.